قريب، ولكن احذروا الكاو، احذروا الكاو. ضربة كرة بالراس، القاضية ممكن. في كرة القدم في خسارة تزعلك يومين 3 وتعدي، في خسارة تانية بتفضل معلمة عليك طول عمرك. الليلة دي ما كانتش مجرد ماتش ب90 دقيقة وكاس وخلاص، الليلة دي كانت عن الكبرياء، التاريخ، السيطرة المطلقة على القارة كلها. الكل عارف الحقيقة المرة اللي محدش قادر ينطقها، اللي هيخسر الماتش ده مش هيعرف يرفع وشه من الأرض لسنين قدام. الأهلي داخل وعينه على البطولة التاسعة عشان يرجع عرشه على القارة، والزمالك بيحلم بالسادسة عشان يقرب من الأهلي شوية شوية. الفرقتين بيحلموا بالبطولة دي تحديدا أكتر من أي حاجة تانية، لأنها مش مجرد أميرة أفريقية تحسم الصراع الأزلي بين الفرقتين. ثواني معدودة كانت كفيلة تكتب تاريخ جديد، تخلي طرف يطير في السحاب وطرف تاني يغرق في صمت ملوش آخر. الحكاية حلوة ورايقة، فتعالوا بينا نرجع بالزمن 6 سنين ورا ونحكي الحكاية كلها مع بعض. فأهلا بكم أعزائي المشاهدين ببرنامجكم المفضل احكي يا زوز. لحد 10/11/2013 نهائي دوري أبطال أفريقيا، وبالتحديد في الدقيقة 92 بيحصل تغيير للأهلي بنزول عماد متعب مكان أبو تريكة في مشهد عمره ما يغيب عن ذاكرة أي أهلاوي نهائي. الأهلي كسبان 2-0 وعلى بعد لحظات من اللقب الأفريقي الثامن، والعيون كلها على تريكة اللي بيودع الجماهير لآخر مرة قبل الاعتزال. ودي كانت الرقصة الأخيرة لواحد من أعظم اللعيبة في تاريخ الأهلي، واحد أهم القطع في الجيل الذهبي. تخليك تحب هذا الراجل دبل مضاعف. أنا كنت ديما ننتقد لاعبين العرب ونقول اللاعب العربي يفكر كان في الأكل والشرب، ويفكر في السيارة الجميلة والزوجة الجميلة والاهتمام الإعلامي والسوبر ستار في المجلات والجرائد. أبو تريكة أعطاه أنه اللاعب العربي ممكن يكون حامل قضية، ممكن يكون صاحب مبادئ وصاحب مواقف. برافو أبو تريكة اللي في 2006 ممكن الناس ينساو تبان الحملة الدنماركية على الرسول عليه الصلاة والسلام، كان عمل قال إلا رسول الله. ومن بعدها دخل الأهلي في دوامة البحث عن اللعيبة اللي يشيلوا الفرقة وبنفس قيمة الجيل الذهبي، ولكن بلا جدوى باستثناء كام لاعب كده، منهم 2 من رجال نهائي القرن، الشناوي وعلي معلول. في 2017 الأهلي بينجح إنه يصعد لنهائي البطولة لأول مرة من 4 سنين بعد عرض ولا أروع قدام النجم الساحلي، وقدر يكسب النجم الساحلي بنتيجة 6-2 في ماتش كان بطل أزار وعلي معلول. لكن للأسف الأهلي بيفشل في تحقيق التاسعة بعد الخسارة 2-1 من الوداد بمجموع الماتشين. في 2018 الأهلي بيرجع وبيوصل للنهائي للمرة الثانية على التوالي، والمرة دي بتقرب أكتر من أي وقت قبل كده بعد ما كسب الأهلي في ماتش الذهاب 3-1 وباقي له 90 دقيقة على اللقب. لكن بتتقلب الاحتفالات وبيخسر الأهلي 3-0 في تونس وبياخد الترجي البطولة. ولو فاكر إن ده أسوأ حاجة حصلت، فأحب أقول لك إن لسه في أوسخ من كده. في البطولة اللي بعدها بيحصل زلزال والأهلي بيخسر 5-0 من سان داونز في ماتش أقل ما يقال عنه إنعار حرفيا. أقل ما يقال عنها إن هي عار يا أحمد للاعبين وللنادي وللمدرب ولشخصية المدرب. النهارده الأهلي اتغلب 5-0، نتيجة هي الأسوأ عبر التاريخ، ولقاء وأداء هو الأسوأ عبر التاريخ. الأهلي لما بيتغلب ما بيتغلبش بالأرقام دي. اسم النادي الأهلي الكبير، اسم النادي الأهلي الكبير، وانتوا النهارده صغار في أرضية الملعب، انتوا النهارده مش رجال في أرضية الملعب. قولوا لهم، عرفوهم، قول لهم يا تريكة، قول لهم يا صخرة، قول لهم يا عماد يا متعب، قول لهم يا شادي محمد، قول لهم يا أحمد يا شوبير، قول لهم يا حسام غالي، قول لهم اسم النادي الأهلي كبير، وعيب هذا الكلام وعيب عليكم هذه المباراة. لكن في مشهد عظيم قدمه جمهور الأهلي واللي وقفوا سقفوا للعيبة في ماتش العودة، يبقى اللي قدموا بعد كده اعتذار ووعد الجمهور بالرد. ودي كانت البداية. في نفس الموسم قدر الأهلي يخطف لقب الدوري في رومنتادا بعد ما كان في المركز الأخير، قلب الترابيزة بل وقدر يكسب الزمالك في نهاية الدوري 1-0، الماتش اللي كان بتوقيع علي معلول. ويدخل الأهلي موسم 19-20 وكل العيون على بطولة أفريقيا اللي ما ينفعش يخسرها تاني. مجلس الإدارة بيقرر يعين مدير فني جديد وهو ريني فايلر. قرر الجماهير الأهلاوية عرضته لأن ببساطة محدش كان عارف مين الراجل ده ولا حتى درب في أفريقيا قبل كده، وطبعا هياخد وقت طويل لحد ما يقدم حاجة، وده لو قدم أصلا. لكن فايلر بيسكت كل الناس بعد ما قدم أداء ولا أروع سواء بالفوز على الزمالك في السوبر أو في الدوري. قدر يكسب 16 ماتش على التوالي، وكمان قدر يقدم أداء مبهر في بطولة أفريقيا اللي هي مهمة بالنسبة لنا دلوقتي. الأهلي بيعدي الأدوار التمهيدية بسهولة عشان يتأهل لدور المجموعات ويتحط في مجموعة ممكن تقول عليها معقربة شوية مع النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيو. وكانت الصدمة بخسارة أول ماتش من نجم الساحلي في تونس، لكن الأهلي بيكسب ماتشاته في القاهرة
وبيتعادل مع بلاتينيوم بره، ويتبقى ماتش الهلال في السودان اللي لازم تطلع منه بنتيجة إيجابية. يعني ما ينفعش تخسر، يا تكسب يا تكسب من الآخر كده. واللي متابع كرة كويس عارف ان ماتشات الأهلي في السودان دمها تقيل قوي، بس الماتش ده كان بداية المشوار للتاسعة الحقيقي. عارف انت ممثل لما يطلع يقول ان الفيلم ده كان محطة في مشواره؟ او الماتش ده كان وش الخير على النادي الأهلي، ويعتبر كان المحطة للتاسعة. أجواء مشحونة على ملعب صعب وظروف صعبة عاشتها اللعيب، لكن ينجح قفشه انه يسجل الهدف الأول. الأملاء خطيرة والهدف خطيرة والهدف وجول، وخلاص التأهل بيقرب، وبيحصل مشهد مرعب بيقتحم جماهير الهلال الملعب، وبسرعة كبيرة بيجري الأمن السوداني عشان يأمن لعيبة الأهلي. المباراة بتقف أكتر من 10 دقايق، ويبقى كل اللي يهم الجماهير دلوقتي إن اللعيبة تخرج سليمة من الماتش ده. بعد ما تم السيطرة على الوضع شوية رجع الماتش تاني، بس خلاص لعيبة الأهلي فقدت تركيزها وخرجت بره أجواء الماتش. في الدقيقة 96 الهلال بيسجل هدف التعادل، بس مش دي المشكلة، التعادل في مصلحتنا برضه. لكن الهجمة اللي بعدها على طول الهلال بيسجل التاني. لحظة صمت، يعني لو عايز تسمع دبة الدبانة كانت دي فرصتها. وضعية تسلل يشير لها الحكم المساعد من هنالك، ويصفرها الحكم الرئيسي بشجاعة. نعم، لكن حكم الراية رفع التسلل وبيلغي الهدف. الراجل ده يا جدعان قلبه ميت، لما يرفع الراية في الظروف دي مش سهلة نهائي. ممكن كده بسهولة الجماهير تنزل له وتقتله تحت، ما يفكروش فيها أساسا. فصراحة تحية للراجل ده على اللي هو عمله. قضى بيصعد الأهلي من قلب السودان كتاني مجموعة في انتظار المنافس في ربع النهائي، وكله مستني القرعة. الأهلي في مواجهة المرعب صن داونز. خب بقى سف وتريقة من القارة كلها على الأهلي. الأهلي هيلاعب الفريق اللي شايله 5 من الموسم اللي فات، لكن كل ده ما همش، لأن كان باين على اللعيبة إنها عاوزة تنتقم. ان شاء الله. عايز تلعب صن داونز تاني؟ يا ريت. يا ريت. هاني قال لي كده. يا ريت. عايزين نلعبه تاني، وعايزين نكسبه هناك على ملعبه، ونكسبه ان شاء الله هناك على صن داونز. في ماتش الذهاب بيكسب الأهلي أداء ونتيجة 2-0. علي معلول بيسجل هدفين، وفي العودة بيخلص الماتش 1-1 عشان ينجح الأهلي في الصعود لقبل النهائي من بريتوريا على نفس الملعب اللي خسر فيه 5. ودي كانت المحطة الثانية في الوصول للتاسعة. ايش قربك للوادي يا صن داونز؟ تلك ال5 في 2019 ستدفع ضريبتها ضريبة وراء ضريبة إلى يوم يبعثون. والناحية الثانية صعد الزمالك لقبل النهائي بعد ما كسب الترجي 3-2 بمجموع الماتشين، وبيكملوا المربع الذهبي بالرجاء والوداد. وهنا بدأ الكلام، هل فعلا ممكن تحصل والأهلي والزمالك ممكن يقابلوا بعض في النهائي؟ وطبعا انت عارف احنا بنتكلم في سنة كام؟ 2020 اللي كانت من أصعب السنين في تاريخ البشرية، بعد ما الوباء انتشر بصورة مرعبة في العالم كله. ساعتها قرر الاتحاد الأفريقي تأجيل نصف النهائي لأجل غير مسمى. لعيبة الأهلي والزمالك فضلوا يتدربوا كل واحد لوحده، وده طبعا بسبب الحجر الصحي، وفضلوا متعلقين بأمل عودة البطولة اللي قربوا منها أول مرة دي. الأهلي بيحلم بالتاسعة الغايبة من سنين، والزمالك بيحلم بالسادسة الغايبة من أكتر من 15 سنة. وبعد انتظار دام شهور اتحددت أخيرا مواجهات نصف النهائي. الأهلي هيلاعب الوداد يوم 17 أكتوبر، والزمالك هيلاعب الرجاء يوم 18 أكتوبر. كله خلاص بيستعد، 3 ماتشات بتفرق كل فريق عن البطولة، بس بتحصل مفاجأة بالتحديد يوم 16 سبتمبر. قبل الماتش بشهر واحد تقريبا بيدخل كارتيرون نادي الزمالك ومعاه شنطة فيها $500,000 الشرط الجزائي في عقده. أيوة والله زي ما سمعت كده، كارتيرون قرر انه يسيب الزمالك في اهم توقيت في تاريخه، وبيدفع شرط الجزائي وبيفسخ عقده عشان يروح يدرب للتعاون السعودي. وكل الزملكاويه في حاله صدمه. طب ليه؟ ما كان كله ماشي كويس. الزمالك فعليا كان اجهز الفرق الاربعه بدنيا ونفسيا، وكان مليان بالنجوم في كل مركز تقريبا. لكن كارتيرون بيقرر انه يسيب كل ده عشان خاطر فلوس الخليج. لكن بعدها بايام بيعلن الاهلي رحيل ريني فايلر عن تدريب الفريق، في مفاجاه لكل جماهير الاهلي. احنا على بعد اسبوعين بس من نص النهائي، المرحله صعبه، ولسه طبعا مش هنجيب مدرب ما يعرفش الفرق. طب هنعمل ايه؟ كان اهم قرار قام بيه الخطيب بتعيين موسيماني مدرب صن داونز، اللي كان انسب واحد بقياده الاهلي في الفتره دي. عارف افريقيا كويس، ويعرف ال4 فرق عز المعرفه، لانه لاعب الوداد والرجاء قبل كده. ده غير انه كلف الزمالك بطوله افريقيا في نهائي 2016، فوز على الاهلي 5-0. فكان اختيار عظيم من اداره الاهلي انه يراهن على موسيماني، خصوصا ان اول مدير فني افريقي صاحب بشره سمراء في تاريخ الاهلي. والناحيه الثانيه الزمالك بيقرر تعيين مدير فني اللي برضه كان عارف الزمالك والاهلي قبل كده، لانه درب الزمالك في 2015. بيبدا الماتش والاهلي بادئ مليح. الاهلي بادئ مليح. قفشه بيسجل الهدف الاول بعد مجهود فردي وضغط على لاعب الوداد. اي فاضي يا جبران، اي كره قاتله يا افشا. بعدها بيتسبب الشناوي في ضربه جزاء، بس بينجح انه يصدها وبيحافظ على النتيجه 1-0. بيجي انفراد للشحات عشان يضيعه، بس معلول بيخلص الماتش بضربه جزاء سهلت العوده في القاهره.
وقدر الاهلي انه يكسب 3-1 وينجح في الصعود للنهائي في انتظار الزمالك او الرجاء. هم الشياطين الحمر. في ماتش الذهاب الزمالك بيكسب 1-0 بجول بن شرقي، وبتفضل مباراة العودة تتأجل عشان إصابة لعيبة الرجاء بالكورونا، بس في النهاية الزمالك بيكسب 4-1 بعد كان متأخر بجون وبيصعد للنهائي. الزمالك في نهائي الأحلام رسميا بطل القارة هيتحدد بديربي القاهرة لأول مرة في تاريخ أفريقيا، وده ديربي مصنف خلي بالك، بس احنا اللي بنحب نهزقه معانا كل فترة. لكن أهلي وزمالك يعني ملايين من الناس مستنية الماتش ده، وده مش أي ماتش. لا تقول لي كاس السلطان حسين، ولا تقول لي دوري منطقة القاهرة، ولا تحكي لي على الجيزة ولا فيوم. هنا في مباراة نهائي الشامبيونز ليج لا تعادلها مباراة. بيتحدد النهائي يوم 27 نوفمبر الساعة 9. الساعة عمالة تدق. طب يا ترى ايه اللي حصل؟ يوم ما يتقسمش على 2، فريق واحد بس هيرفع اللقب. ظهير طاير يطير عليه، بيسجل الاهلي الهدف الاول بعد 5 دقايق عن طريق عمرو السولية، والكل بيتوقع ان الاهلي ركب الماتش خلاص وهتفتح بقى. الكرة في شباك ابو جبل لكن بعد ربع ساعة الزمالك بيرجع ويستحوذ ويمسك الكرة تاني، واللعب معظم الوقت في نص ملعب الاهلي. ضغط زملكاوي. جمهور الاهلي بقى تفكيره دلوقتي ان يخلص الشوط الاول بس متقدم، والشوط الثاني هتفرج جدا بالنسبة للاهلي انهاء الفترة الاولى بتقدم. والزمالك بقاله كم ماتش بيستقبل جون ويرجع، وده حصل قدام الترجي والرجاء، ف1-0 مش امان نهائي. هذا الفريق خاسر، ما تقولش خسر. بيمشي شيكابالا من على اليمين ومجهود فردي رائع بيسجل التعادل بتسديده رايقه. شيكابالا يمشي، شيكا خطيرة، جول التعادل من شيكا. ماذا قلت لكم؟ شيكا مزيكا. وبيخلص الشوط الاول بالتعادل 1-1. جمهور الاهلي محبط وشايف ان حاله الفريق سيئه، وجمهور الزمالك مستني السيناريو المثالي، بطوله بعد 15 سنه، لا وكمان على حساب الاهلي واللي يجيبها شيكابالا، فما فيش احسن من كده. انت عايز ايه تاني؟ بيبدا الشوط الثاني والزمالك لسه ضاغط، ومصطفى محمد بيضيع كرة جاب اختها بالظبط في كورتوا. ضغط يبان اكتر في الالتحامات، الحاجات دي بتفرق جدا. الضغط اللي يخلي الشناوي يلبس الجوينتي على مهله عشان يهدي اللعب. الاهلي في فتره حرجه، الاهلي بفتره صعبه. يا 54 بيلعب علي معلول الكرة للشحات اللي قدام الجول فاضي تماما، ولكن بيحطها في العرض. مش ممكن يا شحات، مش ممكن يا شحات. صدمة نزلت على جمهور النادي الاهلي كله، اتاكد ان الشحات كان نفسه الارض تتشق وتبلعه في اللحظه دي. الاحباط بيزيد عند جمهور الاهلي، وده يبان لك جدا في حركه ايد معلول وهو بيلعب الركنيه. وبالفعل بعد 10 دقائق بالظبط زيزو بيشوط صاروخ في القائم وبينقذ الاهلي وحسين الشحات من الهدف الثاني. على كرة بطولة يا زيزو. بدأت اللعيبة تتعب والكل كان على أعصاب، والكل كان منتظر الإكسترا تايم اللي كان قريب، ولكن احذروا الكاو. معلول بيلعب التماس لعمرو السولية اللي بيعلق الكرة في ال18، بيردها محمود علاء بدماغه عشان توصل على رجل قفشة، وقبل ما تنزل على الأرض بيسجل القاضية. القاضية ممكن، القاضية ممكن، القاضية ممكن. سجلها معلول، سجلها علي معلول، ملك الحلول. وي علي وي علي وي علي وي علي وي معلول والكرة ياس، الكرة سي. هل هو معلول ام لا؟ اي قذيفة جات، اي قذيفة جات يا باتشيكو. التاسع يا الاهلي، التاسع الاهلي. لا هو 19، هو أفشة، هو ولد نفسه، هو الولد أفشة، هو أفشة ما لها من عفسة. حتى الكرة الثاني ويا لها من صرخة. كيجولاتو يا أفشة، كيجولاتو يا أفشة. مجدي الصياد ليس لاعب الإسماعيلي من زمان. هذا أفشة صياد الأهلي، هذا صياد الأهلي. أنت الصياد الوقناص يا بيتسو. رايع كهربا قتلك باش نربحوا يا موسيمان. انفجر جمهور الاهلي فرحا يهللون منتصرين الان. النجمة التاسعة على القميص. 82 اهلي، 87 الاهلي، 2001 الاهلي، 2005 اهلي، 2006 اهلي، 2008 اهلي، 2012 الاهلي، 2013 الاهلي، 2020 اقترب الاهلي. اهلي بيب اهلي. غنوا وتغنوا بالملايين
مجدين. ايوه الصاروخ يا مجدي. 2-1 خلتو معلول قطع الكورة ومجدي سجل الثاني، والاهلي بروح الفانيلا الحمراء يتقدم الانتصار. وبس كده يا ملك، دي كانت كل حكايتنا النهارده عن البطولة التاسعة، البطولة اللي انا بحبها شخصيا. متنساش تقول لي رايك في الكومنتات عن الحلقة وتدوس اللايك والسبسكرايب المتين. اشوفك في فيديو جديد وسلام.